دوغلاس فريدريك زعلان البرازيلي، زعلان، بل يشير الى بطاقه صفراء على عبد الاله العمري، بطاقه صفراء على عبد الاله العمري. وسندخل في الوقت البديل المقدر من قبل حكم المباراه في شوط المباراه الثاني. بطاقه صفراء ايضا على عبد الاله العمري، بطاقه صفراء. كرة في منتصف الملعب، أنتوني يرسل كرة إلى الأمام، حاول بالرأس، تعود من جديد لمصلحة النصر في مكان خطير، تعاد ليج يريد أن يسجل التعادل، ما عنده شيء يخسره، واحد مثل اثنين مثل ثلاثة، يفرط في النقاط في الجولات الماضية. والآن انطلاقة نصراوية والتقدم إلى الأمام، وكرة لتاليسكا، تاليسكا يضيع فرصة واستعجل فيها وصوب مباشرة، راحت كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى الأمام، مع تقدم إلى الأمام، محاولة لنقل الكرة داخل المنطقة، ورأسية وخطيرة، وكرة خطيرة جدا للخليج. محمد السالي كاد أن يسجل التعادل في لقطة، وكرة سقطت في الثواني الأخيرة للخليج لأن يتعادل. شوف الإصرار والمحاولات من جانب الخليج في الدقائق الأخيرة والزيادة العددية من جانب لاعبي الخليج. الآن كرة تبعد، والخيبري كمل على الكرة، وحكم المباراة يمنح بطاقة صفراء، يعطي بطاقة صفراء على هشام الدويس لاعب البديل الذي دخل في شوط المباراة. طبعا التنافس بيظل ويستمر، ونحن نستمتع من دون شك. صافرة سامي الجريس الآن تنطلق وتعلن نهاية شوط المباراة الثاني بانتصار النصر على حساب الخليج في الجولة 11 في دوري روشن السعودي. هذا